بصراحة أول مرة أضيف لها الإضافة البسيطة دي وما كنتش متوقعة إنها تطلع بالجمال ده. كل المواصفات الحلوة اللي عايزاها في القرص هتلاقيها في فيديو النهاردة. هشة جدا وناعمة ودايبة وطرية في نفس الوقت، بكيلو واحد من الدقيق، وهريحك لمدة يومين أو 3 من حيرة كل يوم هتفطر الولاد إيه. أنا بقى من المحترفين في عمايل القرص اللي الكل بيشهد بجمالها وحلاوتها. ولو عايزاها بقى تطلع بنفس النتيجة اللي قدامكوا دي، تابعوا الفيديو للآخر وهقولك على كل التكات اللي تخليها تطلع معاكي ناجحة من أول مرة. ومن غير بقى مقدمات كتير، يلا نشوف الطريقة بالتفصيل من مطبخ ياسمين جنيد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة زي ما عودنا المشاهدين هنسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مقاديرنا هتكون على قد كيلو واحد من الدقيق، تقدري تزودي وتضاعفي الكمية. وانا بقى اثناء ما كنت بحضر المقادير كنت حريصة جدا وانا بحضرها، علشان بحب لما تيجوا تحضروا الوصفة تطلع معاكوا احسن مني انا كمان. وهتلاحظوا الكلام ده بقى واحنا شغالين. في الاول نزلت بنص كوباية من السكر، تقدري تزودي او تقللي، بس النص كوباية مقدار مظبوط جدا. ومعايا كمان نص لتر من الحليب البلدي، عايرته بالكوباية علشان لو هتستبدليه بالحليب المبستر، النص لتر من الحليب المبستر ما بيبقاش قد الحليب البلدي. الحليب البلدي بتبقى الكمية زيادة شوية. نزلت بكوبايتين والكوباية التانية جا نصها، يبقى كده أنا نزلت بكوبايتين ونص من الحليب. هقول لكم بقى على الإضافة البسيطة اللي أول مرة أضيفها للقرص وما كنتش متوقعة إنها تطلع بالجمال ده. معايا حوالي نص كوباية من القشطة البلدي، كنت محوشاها من وش اللبن. لو ما عندكيش تقدري تستبدليها بقى بالعلب اللي هي بتبقى حوالي وزنها 100 جرام. هرفعهم بقى على نار هادية لما السكر يدوب والقشطة تدوب مع الحليب. ونحضر بقى في المواد الجاف. معايا هنا كيلو من الدقيق، ولازم قبل الاستخدام ننخل الدقيق كويس أوي علشان نضمن نظافته وسلامته. لأن لا قدر الله لو اكتشفنا إن الدقيق بتاعنا ما كانش نضيف، ما بيبقاش فيه حل غير إننا نتخلص من الحاجة ونرميها بعد ما بنكلفها. فهي حاجة بسيطة خالص إننا ننخل الدقيق قبل الاستخدام. نيجي بقى للمادة الدهنية. معايا هنا كوباية مليانة من الزيت، ولازم نوعية الزيت تكون حلوة كده ما يكونش ليها ريح. ضفت لهم نص كوباية من السمنة البلد ورفعتهم على النار علشان يندمجوا كده مع بعض والسمنة تختلط بالزيت لحد ما تسخن، بس ما توصلش لدرجة حرارة عالية، يا دوبك بس اقدر استحملها بايدي. ولو هتستخدمي سمنة مش بلدي يبقى كوباية الا ربع من السمنة قصادها كوباية الا ربع من الزيت، لان نكهة السمنة البلدي عندنا بتبقى قوية جدا، واقل كمية منها بتبقى ظاهرة في المكونات. وكده بقى انتهينا من تعضير المواد السائلة والمادة الدهنية. نيجي بقى للمواد الجاف. معايا كيلو من الدقيق، هتعايريه بالكوباية 8 كوبايات من المج العادي بتاع الشاي. نفس الكوباية اللي عايرت بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها باقي المكونات. ضفت لهم معلقة كبيرة ونص من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من الملح بإيديا، وأقلب الخميرة والملح مع الدقيق. بعد كده بقى طبعا احنا محضرين السمنة والزيت من قبل كده. هعاير كوباية من خليط السمنة والزيت وهنزل بيه على كيلو دقيق. وزي ما قلتلكوا ان درجة الحرارة بتاعتهم ما كانتش عالية، يا دوبك اقدر استحملها بايدي، لان ما اقدرش انزل بيها باردة، لان لو نزلت بيها باردة مع الدقيق هتعمل معايا كتل وهتبقى صعبة وانا ببسها بايدي. السخونة بقى بتاعتها هتخليها سهلة وانا ببسها، هتبقى عاملة زي الرمل المندي. في الاول بديلها تقليبة سريعة، بعد كده ببدأ ابسها كويس واخلي كل حبيبات الدقيق تتغلف بالسمن. وكل ما بستيها اكتر كل ما كانت نتيجة القرص حلوة ودايب. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ياريت دعم من كل اللي بيتابعوني بكومنت صغير فيه الصلاة على الحبيب، لان مش هنجح ولا هستمر غير بدعمكم ليا يا اجمل متابعين صلى الله عليه وسلم. بعد بقى ما قلبتهم كويس بايديا الاتنين وهديلهم بس معتبر، اهم حاجة ما يكونش فيها كتل من السمنة والدقيق. وطالما بقى مسخنين المادة الدهنية من قبلها فبيسهل معاك البس. وبالنسبة بقى للسوائل، احنا كان معانا نص لتر من الحليب وضفنا له نص كوباية من السكر ونص كوباية من القشطة.
يعني يعتبر كده معانا 3 كوبايات من المواد السائلة. بس أنا علشان أكون حريصة أكتر في تحضير المكونات والوصفة تظبط معاكي بالظبط، وأنا بنزل بالحليب هعايره معاكوا كمان مرة. نزلت في الأول ب2.5 كوبايات، مش هنزل بكمية الحليب كلها لأن كل نوع دقيق بيختلف من نوع لآخر حسب تشربه لكمية السوائل، فما بنزلش بيها كلها كده دفعة واحدة. أهم مرحلة بقى في نجاح القرص بتاعتنا وتيجي تاكلوا القرصة تدوب في البق، وفي نفس الوقت يبقى ريقها طري وما تزورش أثناء الأكل. معجنش فيها كتير واخلي مسامها على قد ما اقدر مسامها تكون مفتحة، محاولش اعملها عجينة ناعم، لان كل ما عجنا فيها كتير كل ما ادينا لها عرق، وتيجي بقى بعد التسوية تلاقيها تندغ زي اللباق. انا عايزاها تيجي تاكليها تدوب في البق. وانا بعجن كده بقى الاحظ العجينة هتحتاج معايا مواد سايلة كمان ولا لا، علشان ما تاخدش معايا وقت كتير في العجن وارجع اضيف لها مادة سايلة تاني. احاول على قد ما اقدر اعرفها كده في الاول قبل ما ابذل فيها مجهود. حضرت جنب نص كوباية كمان، وزي ما انتوا فاكرين انا ضفت في الاول 2.5 كوبايات، وهقول لكم واحنا شغالين اتبقى معايا قد ايه من نص الكوباية التاني. وما نقلقش خالص لو قوام العجينة مفتح معايا ومش ناعم، كل ما كانت العجينة مفتحة كل ما كانت القرصة هشة وطرية. هخليكي تاكلوا شوية قرص ما عملتهمش في حياتك. في الفيديو ده هجمع لك كل المواصفات اللي تحبيها وتتمنيها في عمايل القرص. أول حاجة هخليها لك هشة ودايبة وفي نفس الوقت طرية. ما احتجتش بقى نص الكوباية كلها، سبت كده حوالي ربعها. ولو لسه متابعين سمعونا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونفتكر ان احنا ضفنا في الاول كوباية واحدة بس من المادة الدهنية، لاني بقى ما بحبش انزل بالمادة الدهنية كلها كده في الاول وبخلي جزء منها، ده بقى بلم بيه العجينة في الآخر. أول حاجة بقى إن أنا معجنتش في العجينة كتير لما باجي أضيف لها المادة الدهنية، ده بيخليها ناعمة أكتر من غير ما أبذل فيها مجهود، وكمان بتبقى طرية وسلسة وما تلزقش في إيدي. ونتيجتها بعد التسوية الله أكبر أكنك عاملاها بسمن صافي. يعني الحبة اللي أنا ضفتهم للعجينة دي بيحسنوا معايا قوام العجينة، وبعد التسوية بتخلي القرص بتاعتك مميزة ونتيجتها غير أي حد. هتجربيها بالطريقة دي وهتدعيلي وتقولي في حياتي ما عملتها وطلعت بالجمال ده. يبقى أنا في الأول توهت الحليب وبعد كده ضفت حوالي ربع كوباية من السمنة والزيت، وعلشان العجينة بتاعتي غنية أكتر أنا محتاجتش الكوباية ونص كلها، أنا ضفت حوالي كوباية والربع. فلنفرض بقى إن انت ما استخدمتيش قشطة، هتضيفي بقى الكوباية ونص كامل، لأن بصراحة وأنا بضيف باقي السمنة والزيت حسيت إن العجينة مش هتحتاج النص كوباية كامل، فضفت حوالي ربعها. هجمعها بقى واعملها كورة ومش هسيبها بقى ترتاح ولا حاجة، انا هبدأ بقى فيها تشكيل كده على طول. ولو هتلاحظوا العجينة معايا مفتحة ومسامها مش ناعمة بالدرجة اللي هي دي بقى النتيجة المطلوبة. هتشكليها بقى لكرات صغيرة وبسيبها ترتاح بعد ما ببدأ فيها تشكيل، لأن لو حاولت أعملها قطعة وافردها في نفس الوقت هتكش معايا. فأنا بعملهم كلهم لكرات صغيرة وببدأ بأول واحدة بدأت بيها تشكيل، باجي افردها بقى بلاقيها اتفردت معايا وما تكشش مني وانا بفردها. وفترة الراحة بقى اثناء ما بتشكليها هتريحك جدا. بس ما بسيبهاش تختمر ولا حاجة، بمجرد ما بنتهي بتشكيل الكمية كلها ببدأ فرد بأول واحدة بدأت بيها تشكيل. يعني على ما بتنتهي من تشكيل الكمية كلها بتكون أول واحدة ارتاح. شكلتهم لحوالي 23 قرص اللهم بارك، وتقدري طبعا تتحكمي في القطع عايزاهم يطلعوا اكتر من كده او اقل. وانا بقى علشان اقدر اعرف اللي هبدأ بيها فرد في الاول واللي بدأت بيها تشكيل حطيت لها كده قطعة عجينة صغيرة على وشها من فوق، ومن غير ما اسيبهم بقى يرتاحوا ولا يختمر، بمجرد ما بنتهي من تشكيل الكمية كلها ببدأ فرد بقى. في الصينية بقى اللي هسويهم فيها مسحتها بمسحة خفيفة خالص من الزيت علشان أضمن إنها ما تلزقش مني بعد التسوية، لأني بفردها في نفس الصينية وبسيبها تختمر في الصينية اللي هسوي فيها، فبدهنها بمسحة خفيفة خالص من الزيت علشان أضمن إنها ما تلزقش معايا. ولو هنلاحظ بقى إنها بتتفرد معايا بكل سهولة،
يعني ببدلها تبطيطة ما بتكشش تاني، بتتوسع وبتتفرد بكل سهولة. ولو حاولتي تاخدي واحدة بقى من اللي انتي شكلتيهم الآخر مش هتتفرد معاكي بالطريقة دي. نحاول على قد ما نقدر ناخدهم بالترتيب. لو أخدت واحدة من اللي تشكلوا الآخر هتبقى صعبة معاكي وهتكش منك أثناء الفرد، علشان كده بقى كنت عاملة لها علامة بالعجينة على وشها من فوق. وهفرد الصينية التانية بنفس الطريقة، مسحتها بمسحة خفيفة خالص من الزيت وبدأت تشكيل باقي الكمية. والعجينة اللهم بارك سهلة معايا وتتفرد بكل سهولة. بعد بقى ما بنتهي من فردهم بسيبها علشان تختمر. سبتهم كده حوالي ساعة، ومدة التخمير بتختلف بقى حسب ما كنا في الصيف أو الشتاء. لو في الشتاء بقى طبعا هتاخد وقت أكتر من كده. أنا سبتهم ساعة بس علشان احنا في فصل الصيف. أما لو كنا في الشتاء فهتاخد وقت أكبر من كده. بس أهم حاجة غطيهم علشان الهوا ما ينشفش وشهم. بعد ساعة بقى بعري وشها كده والاقيها بدأت تختمر ويتضاعف حجمها حاجة بسيطة. هي بقى بتزيد وبتكمل باقي الخمر وهي في الفرن أثناء التسوية. بس ما استعجلش عليها علشان بعد التسوية ما يكونش وشها مقصر ومنقر وشكلها مش حلو. هتعرفيها بقى ازاي؟ بتلاقي العجينة خفت وبقت هش، وكده بقى بتكون اختمر. ولعنا الفرن في الأول على درجة حرارة عالية، بعد كده هديت النار. بندخل الصينية 10 دقايق وهتلاقيها زادت وتضاعف حجمها. 10 دقايق كمان وهلاقيها أخدت لون من الوش ومن القاعد، ونتأكد إن القاعدة كمان أخدت لون. وهساوي الصينية التانية بنفس الطريقة علشان ما أطولش عليكم الفيديو. ريحتها بقى في الوقت ده والله العظيم ما أقولكوش، قلب الشقة كلها حاجة كده اللهم بارك تفتح النفس. كل المواصفات الحلوة اللي عايزاها في القرص هتلاقيها في وصفة النهاردة، هشة ودايبة وناعمة وطرية. ده غير القشطة بقى اللي ضفناها اللي مخلية طعمها غني جدا. هتخليكي بقى وانتي بتاكلي القرصة كده ما تشبعيش منها جنب الشاي أو الحليب الصبح بألف هنا. وتعيشوا وتعملي لهم كل حاجة حلوة من إيدك يا ستي الكل. نعملها بقى بنفس الخطوات دي وهتطلع أجمل مننا كمان. هسيبهم بقى يهدوا ويبردوا، بعد كده بقى هحفظهم في كيس، وهتفضل معاكي لآخر قرصة محتفظة بقوامها وطراوتها. بعد ما اتأكدت إنها بردت تماما جمعتهم في الصينية دي بقى ولبست الصينية كيس، وهتفضل معاكي لآخر قرصة في منتهى الجمال والطعام. ومش بس توفير، لأ وطعم أجمل بكتير. دي بقى حاجة كده بيت ومعتبرة، كفاية بس ريحتها الحلوة وانت بتسويها في البيت وتحسسك انك في أيام العيد. يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي ياسمين جنيد. سلام يا أجمل متابعين.